دي خريطة جوية لباريس ودي خريطة تانية برضو لباريس، فايه الفرق؟ هنا الشوارع أضيق ومكسورة كأنها حواري وزقاقات، تحت شوارع أوسع بخطوط واضحة مقسمة المدينة. أكيد عرفت دلوقتي إن الخريطة دي أقدم من دي، واستنتجت كمان إن في شخص أعاد تخطيط باريس. اسم الله على نباهتك، بس ليه عملوا كده؟ ودي كانت حاجة كويسة ولا لأ؟ فرنسا دولة معروفة بالثورات، شعبها متعطش للحرية. في القرن ال19 عملوا ثورة فبراير، وده كان حدث مهم سياسيا، لكن ده مش موضوعنا. اللي يهمنا الطريقة اللي الشعب صار بيها. الشوارع الضيقة اللي اتكونت على مدار السنين واتطبعت بطبع أهلها، كان الثوار بيستغلوا إنها ضيقة فيبنوا متاريس طريق تدخل الجيش وتدي أمان وسيطرة أكبر للشعب والثوار. لكن في ديسمبر 1852 نابليون الثالث بيعلن نفسه إمبراطور، وكلف المحافظ جورج هوسمان بإعادة تخطيط باريس، يخلي الشوارع أوسع، وبدل ما الأحياء مترابطة نقطعها ونفتتها بالشوارع الكبيرة. كل ده ليه؟ عالم الاجتماع المخضرم هنري لوفيفر في كتابه الحق في المدينة بيقول إن هوسمان ما تصرفش كجراح شايل مشرط، لكنه كجزار في إيده ساطور قطع أوصال المدينة، وتحت غطاء التحديث والتجميل كان بيعيد السيطرة الطبقية على الفضاء الحضري ويحطم البنية الاجتماعية اللي بتهدد السلطة. الشوارع الواسعة في باريس اللي ممكن تشوفها أجمل من القديمة، الغرض الحقيقي منها كان تسريع دخول الجيش والأمن ومنع الثوار يقيموا المتاريس فيفقدوا السيطرة. وده يخلينا نسأل، التطوير كان في صالح مين؟ ومين ليه الحق في باريس؟ نابليون أو السلطة ولا الشعب الفرنسي؟